7-7. هذا كان أبرز هتافات عشاق إشبيلية بعد تعزيز الفريق الإندونيسي رقمه القياسي وتتويجه ملكاً للدوري الأوروبي بالفوز للمرة السابعة لهذه البطولة بلقب الدوري الأوروبي على حساب روما. الفضل الأكبر في هذا الفوز كما تغنى النادي الأسباني يعود للسبع الذي جلب السابعة لهم. يتحدث عن حارس المرمى المغربي ياسين بونو. في تغريدة أخرى يقول النادي: بونو ما يخيبناش، بونو ما يحشمناش، أي تعني بونو لا يخيب الآمال بالدارجة المغربية. بهذا الفوز أيضا بات بونو ومواطنه يوسف النصيري أول لاعبين عربيين يتوجان بلقبين قاريين بعد فوز إشبيلية بلقب المسابقة في موسم 2019 و2020. السبع بونو فاز بجائزة رجل المباراة بعد مباراة طويلة، فقد تألق بونو بتصدياته الرائعة في أكثر من مرة قبل أن يتوجها بتصديه لركلتين ترجيحيتين، الأولى بقدمه والثانية بطرف إصبعه البنصر قبل أن ترتد من القائم الأيمن. جاء ذلك بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بهدف لكلا الفريقين. عن إتقانه صد كرات الترجيح قال بونو إن السر يكمن في ثقته بزملائه على تسجيل الأهداف مما يشد من أزره أثناء صد الكرات. لقد وثقت أولا في أن لاعبين سيسجلون في ركلات الترجيح، هذا يأتي أولا، وعندما يتملكك هذا الشعور فإنه يمنحك الحرية، وعندما تثق في أن فريقك مستعد للتسجيل لأنهم يريدون الفوز حقا يمكنك مواجهة ركلات الترجيح بهدوء تام. من جهته وجه مدرب إشبيلية خوسيه لويس مانديليبار شكره للاعبيه على أدائهم وسط ضغط المشجعين على مدى طول المباراة. تسديد ركلة جزاء في التدريب لا يشبه إطلاقا ركلة جزاء مع 60,000 مشجع وما يحيط بهم من ضوضاء، وعليه لم يتدرب أحد على ذلك في مباريات الإقصاء. لقد وثقنا في اللاعبين الذين سددوا الركلات. نحن لا نراهن أبدا على الوصول إلى ركلات الترجيح. أردنا تسجيل هدف ثان لكي نتفادى ركلات الترجيح لكننا لم ننجح. شكرا لمشاهدتك ترندنج. سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وإعجابك بها وتعليقك عليها. لم يكن الكثيرون خارج المغرب يعرفون حارس مرمى المنتخب بونو قبل مونديال 2022 في قطر وتألق المنتخب المغربي، ومعه طبعا بونو الذي أثبت أنه حارس على مستوى احترافي عالمي، وكان له الفضل الأكبر في تأهل منتخب الأسود إلى نصف النهائي. بونو عاد ليتألق كعادته مجددا، لكن هذه المرة مع ناديه إشبيلية الإسباني في مباراة النهائي من الدوري الأوروبي أمام AS روما الإيطالي، فبفضل مهاراته كان سدا منيعا أمام مهاجمي الفريق الإيطالي لينتهي وقت المباراة والأشواط الإضافية بالتعادل 1-1، ويذهب الفريقان إلى ركلات الترجيح. ركلات الترجيح هي نقطة قوة بونو كما نعلم، والجميع يذكر إنجازاته في كأس العالم. بونو تصدى لركلتي ترجيح منحت فريقه لقب البطولة بالسهولة. نستعرضها. بداية تصديه للركلة الأولى من لاعب روما الإيطالي مانشيني، وهذا هو التصدي أيضا الثاني لركلة روجل إيبانيز